الحكاية الحقيقية بدأت بعدها. في الليلة اللي بعدها وأنا واقف قدام المراية لقيت جملة مكتوبة قدامي على بخار الإزاز، محدش كتبها وما كانش فيه أي حد في البيت غيري. الجملة كانت بسيطة بس مرعبة: ما تفكرش إنك هتهرب. وقتها ضحكت أوي، فكرت نفسي بهلوس أو يمكن نمت واقف قدام المراية، لكن ده كان مجرد بداية. اليوم اللي بعده صحيت من النوم وأنا حاسس بحاجة تقيلة أوي على صدري. قبل حتى ما أغسل وشي دخلت الحمام ولقيت جملة تانية مكتوبة على المراية، لكن المرة دي الكلمات كانت أوضح: هتشوف